اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده في سماش سبورت. هنتكلم عن افتتاح كاس العالم اللي كان امبارح ومستوى المنتخب القطري والخساره قدام منتخب الاكوادور. بس في البدايه احب ارحب بزميلي هشام. ازيك يا هشام؟ عامل ايه؟ ازيك يا احمد؟ عامل ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ كله حلو. طيب ايه رايك في افتتاح كاس العالم؟ والله هو يعني الاوفرول بتاع الافتتاح كان شكله كويس جدا بالبدايه، بالشوهات اللي عملها، بالمغنيين، بخطاب الملك القطري الفانتينو. اجواء كانت ظهرت 10 من 10 يعني، كتنظيم وكافتتاحيه يعني. حضور شخصيات كبيره كمان من جميع دول العالم، لا، رؤساء جمهوريه ورؤساء وزراء. طبعا ده ولاعيبه الكوره ليجند كل ده طبعا. انت كان ايه وجهه نظرك في الافتتاح؟ انا شايف ان هو افتتاح كان مبهر بصراحه. قطر عرفت تبهر العالم بالحضاره الاسلاميه والحضاره العربيه، ان هم يعملوا الافتتاح في استاد البيت اللي هو كان اساسا معمول من بيت شعر، فده كان حاجه ممتازه جدا. وانا وجهه نظري ان من احلى الافتتاحات اللي انا شفتها خلال الفتره اللي فاتت. من وجهه نظرك ايه سبب خساره قطر في اول ماتش؟ وانا بتفرج على الماتش واللعيبه قطر نازله من الباص وصولهم لملعب البيت، انا شايف ان كان في رهبه في وشوش اللعيبه. وجهه نظري شايف ان اللعيبه ما كانتش متحضره كويس. فليكس سانشيز مدرب المنتخب الاسباني، فليكس سانشيز ما كانش محضر اللعيبه نفسيا بطريقه كويسه. كلنا عارفين ان ده ماتش افتتاح، في رهبه كبيره جدا، فالاساس كله ما كانش فيه تحضير نفسي كويس لعيبه قطر، عكس منتخب الاكوادور. منتخب الاكوادور كان نازل نفسيا جاهز. الفارو سانشيز مدرب المنتخب الاكوادوري كان مجهز الفريق كويس نفسيا، عرفوا ينزلوا يكسبوا الماتش وخدوا 3 نقط. ذهنهم كان حاضر جداً اكتر فعلا جداً. فعلا. طب هل انت شايف ان قطر يعني الاخبار كلها نازله إن بعد الماتش ان قطر اول فرقه مستضيفه تخسر بالظبط. الافتتاحيه؟ هل بالظبط. ده هياثر على باقي البطوله؟ بالنسبه عندها السنغال وعندها هولندا، فرقه بمجموعه برضه صعبه. هل تشوف فرص قطر بعد المباراه دي كام في المية؟ خلينا نكون يعني منصفين من ناحيه، يعني الى حد كبير قوي. بالمجموعه دي قطر والسنغال وهولندا والاكوادور، بعد المستوى اللي قدمه المنتخب القطري ما توقعش ان حظوظ منتخب قطر هتبقى كبيره في المجموعه. منتخب الاكوادور اثبت ان هو ممكن يبقى حصان اسود في البطوله، على زي ما قال مدرب المنتخب البرازيلي. فوجهه نظري لا، المنتخب القطري مش هيقدر يكمل. هو تمني شخصي ان هو يقدر يتعادل الماتش الجاي مع السنغال ويطلع بافضل نتيجه قدام هولندا. ده احسن سيناريو يعني. هو بالظبط. كان المفروض يكسب واحد يخسر واحد. بالظبط، ان هم كانوا حاطين ماتش الاكوادور ده، ان ماتش الاكوادور ده هم عاوزين يكسبوه باي طريقه، بس للاسف ما حطهمش الحظ. طب توقعاتك في لقاءات اليوم زي انجلترا وايران، ويلز وامريكا والسنغال وهولندا، توقعاتك كده سريعا للثلاث ماتشات؟ اتوقع ان ماتش السنغال وهولندا يبقى ماتش صعب ان انا احسمه، بعد بالذات غياب ساديو ماني. شايف ان الكفه ناحيه المنتخب السنغالي شويه، المنتخب هولندا مفيش اسماء كبيره قوي، بس فان اللي تديهم تقل المدرب بتاعهم فان خال. بس مجموعه كويسه. مجموعه الاوفرول بتاعها كويسه يعني. خلي بالك هي عناصر شابه كلها، في فان دايك، في ديونج، في بليند، بس اللي تقل المنتخب الهولندي وجود فان خال عندك. طبعا تمام. اتمنى كافريقي يعني ان منتخب السنغال بيقدم حاجه، بس اتمنى ان غياب ساديو ماني ما ياثرش عليه، وان شاء الله منتخب السنغال يكسب. بالنسبه لماتش انجلترا وايران، اتوقع ان كافه المنتخب الانجليزي هتبقى ارجح، مع ان منتخب ايران معاهم مدرب كبير قوي كارلوس كيروش، بس اتوقع كافه المنتخب الانجليزي. انت رايك في الماتشين التانيين؟ انا والله شايف ما بين امريكا وويلز. امريكا بقى لها 3 سنين في الفورمه اكتر عن ويلز كانت بتتدرج على جاريث بيل، بس خلاص جاريث بيل الفتره اللي فاتت نقدر نقول بيودع الكوره يعني بعد ما نقل الدوري الامريكي. لا طبعا فوز امريكا طبعا، حاسس ان هيكسبوا كمان ماتش كبير يعني، هيكسبوا 3-4 مثلا من وجهه نظري. ماتش ايران هيبقى ماتش مقفول، بس يعني انجلترا تعرف تخطف جول او 2. واخر ماتش ما بين هولندا والسنغال هيبقى ماتش فيزيكال بتاع السنغال عالي، بس هولندا كان فان دايك ديونج هكذا فرقه حلوه. بس اعتقد انه الماتش هيبقى قريب، السنغال ممكن تفاجئنا بجون ولا حاجه، بس الماتش هيبقى متكافئ بين الاثنين، بس هولندا هتكسب. حلو جدا، مبسوط ان انا كنت معاك النهارده يا هشام. ان شاء الله نبقى مع الناس الفترات الجايه عشان نتابع اخبار كاس العالم وكل المستجدات اللي بتحصل في كاس العالم. دي كانت حلقه النهارده. تابعونا على كل منصات السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب، وحملوا تطبيق سماشي عشان تشوفوا كل جديد. سلام.